سبعيني من بره، متحرش من جوه. في 2024 تحديدا في دمنهور اتحول اكتر مكان المفروض يكون امن وسلامه لاي طفل لمسرح جريمه من اقذر الجرائم اللي ممكن تحصل لاي طفل. موظف سبعيني في مدرسه خاصه ادمن الجنس وكان كابوس لاطفال في عمر احفاد. في البدايه طبعا لازم نتعرف على اشخاص الجريمه. الاول وهو المتحرش، موظف سبعيني منتهك الاعراض شغال في مدرسه خاصه في مدينة دمنهور. والتاني هو الطفل ياسين اللي ما تعداش عمره 6 سنوات. ياسين طفل طبيعي زي أي طفل بيحب الحركة واللعب، ولكن فجأة بدون أي مقدمات بدأ يظهر عليه علامات الخوف والوحدة والانطوائية. وكذا مرة والدته بدأت تسمعه بيعيط في الحمام لوحده من كتر الوجع، ولما الأم سألته مالك يا ياسين انفجر من العياط وقال لها المستر يقفل علينا الباب وبيوجعني، وقال لي لو قلت لحد هذبحك واذبح ماما وبابا. طبعا الام اتخضت وقلبها وقع في رجليها من الكلام اللي سمعته، وجريت بسرعه على اداره المدرسه وطلبت تقابل المديره، ولكن كان الرد بارد وقالوا لها اكيد ياسين كان بيتخيل. بس قلب الام كان حاسس ان ابنها مش كذاب. خرجت من المدرسه وطلعت على النيابه العامه مع والد ياسين عشان تقدم بلاغ رسمي في المدرسه وفي الموظف، ولكن البلاغ للأسف اتحفظ أكتر من مرة لعدم وجود أدلة كافية. ولكن أهل ياسين ما استسلموش وقدموا تظلم للنائب العام اللي بسرعة فتح تحقيق وعرض ياسين على الطب الشرعي، وبعد جاب الموظف بأمر ضبط وإحضار. ياسين ساعتها اتعرف عليه وقال فعلا هو ده اللي بيعمل فيا حاجات وحشة. وطبعا النيابة بدأت تسأل ياسين ايه اللي كان بيحصل معاك في المدرسة. ياسين قال ان الدادة على مدار سنة كانت بتاخده من الفصل توديه للموظف وتقف بره لغاية اما يخلص وتاخده من ايده ترجعه الفصل بعد ما تعدل له هدومه وتغسل له وشه. وقال ان في مرة من المرات المدرس ده خده في عربية قديمة في حوش المدرسة وبدأ يجرده من ملابسه ويوجعه زي ما كان متعود يوجعه. ولما عرف المديرة ما عملتش حاجة واكتفت ان هي تجيب الموظف وادت عصايه لياسين خليته يضربه، وقالت له ما تقولش لحد ياسين اللي بيحصل. والد ياسين قال ان الموظف ده حاول يتواصل معاه اكتر من مره عشان يدفع له تعويض لكنه رفض واصر يكمل طريق القضاء. وبالفعل اتقبض على الموظف واتحال المحكمه عن طريق النيابه العامه في تاريخ 30/4/2025 واتحكم عليه بالمؤبد. وسبب تشديد العقاب هنا ان ياسين تحت سن ال 18 والمتحرش ليه سلطه عليه، ودي اسمها الظروف المشدده اللي بتشدد العقاب من مجرد السجن للمؤبد. والمحكمه اعتمدت في حكمها على تقرير الطب الشرعي واقوال ياسين. ولكن الحكم ده للاسف فيه بعض الثغرات اللي ممكن يستغلها اي محامي للطعن عليه، وده لان المحكمه غيرت وصف الجريمه من هتك عرض بغير القوه لهتك عرض بالقوة. وللوهلة الأولى أنت ممكن تقول إن ده كويس عشان المجرم ياخد أقصى عقوبة، ولكن قانون الإجراءات الجنائية بينص إن المحكمة لو عدلت القيد والوصف لازم تسيب مساحة للدفاع عشان يبين وجهة نظره ويدافع عن المتهم. والمحكمة حكمت في نفس الجلسة بالمؤبد. ومن هنا محامي المتهم ممكن يستغل الثغرة دي ويطعن على الحكم محكمة الاستئناف، يا إما تأيد الحكم يا تخفف العقاب. وفي كل الأحوال حابين نقول لأهل ياسين إنكم أبطال، إنكم دافعتوا عن ابنكم وابننا ياسين وأصريتم إن المكان الطبيعي للمجرم ده هو السجن مش وسط الأطفال.